أهلا بيكم في حلقة جديدة ورحلة في كتاب. النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا جدا، وهنتكلم على كتاب حلو قوي بيفسر لنا جزئية آه يعني في عقائد وأديان وفلسفات كتير غامضة شوية. السؤال اللي ورا هذا الكتاب أو اللي بيجاوب عليه هذا الكتاب: يا ترى الواحد لما بيموت روحه بتبدأ تروح فين؟ وبتبقى إيه الخطوة الأولى؟ هل بعد الإنسان ما بيموت روحه بتصعد للسماء مباشرة بتاخد رحلة المعراج السماوي، ولا في مرحلة بتسبق؟ الكتاب بتاعنا النهاردة اسمه غريب شوية، اسمه ميجات نت آكر. ميجات نت آكر، وده اسمه في اللغة المصرية القديمة عند أجدادنا. ميجات معناها كتاب، نت آكر كتاب الأرض. ده واحد من أهم الكتب اللي هنلاقيها منقوشة على جدران المعابد والمقابر في مصر القديمة، خاصة الدولة الحديثة. مقابر ملكية أو غير ملكية، برديات كتير جدا. الكتاب ده بيحكي لنا فصل مهم أو مرحلة مهمة جدا جدا في رحلة الروح بعد الوفاة. الجزء ده في الكتاب أو هذا الفصل في الكتاب المقدس بيحكي لنا قصة الإسراء الأرضي الذي يسبق المعراج السماوي للروح بعد الموت. الكتاب ده النصوص بتاعته اتوجدت في كتير جدا من المقابر بتاعت ملوك الدولة الحديثة زي الملك رمسيس السادس، وأجزاء منه في مقبرة الملك مرنبتاح ورمسيس الثالث والتاسع. والتسمية ميجات نت آكر أو كتاب الأرض أو الإسراء الذي يسبق المعراج، التسمية بتاعته آكر كانت من اختيار العالم الفرنسي إريك هورنونج، اللي قسم هذا الكتاب والفصول بتاعته إلى 4 أقسام. الكتاب ده بتاع الآكر ده أو كتاب الأرض ده بيمثل رحلة الروح والإسراء بتاعها الأرضية قبل البدء في المعراج السماوي أو الرحلة السماوية بتاعتها. فهو بيتكلم عن بداية قيامة الروح بعد غلق المقبرة، بداية قيامة الروح من الجسد، وسياحتها في الأرض قبل البداية في المعراج السماوي حيث جنة أوزير اللي هي اليارو. الكتاب ده بيركز على الصفات المقدسة والمميزات اللي يجب على الروح إنها تتحلى بيها، روح المتوفي إنها لازم تتحلى بهذه الصفات المقدسة أثناء وجودها حية على الأرض. إن الإنسان ده لازم يتحلى بصفات معينة مقدسة وهو لسه عايش على الأرض، أو بيكلمنا عن حاجات زي كده علشان تقدر هذه الصفات إنها تساعد الإنسان على رحلة الوصول إلى الجنة الأزلية، رحلته في العالم الآخر. والصفات دي هي عبارة عن آكر وعن جب وعن تا تنن، ودول اللي بيعبروا عن الأمس والحاضر والمستقبل. الكتاب ده مشاهده جميلة جدا جدا على الحيطان، تتكلم عن مشهد قيامة الروح من الجسد من جديد على هيئة على هيئة روح واعية مدركة، وإشراكها مع قرص الشمس من جسد أزير الميت، خروج الحي من الميت أو الحياة بعد الموت مرة أخرى. بيصور كمان الكتاب ده المشاهد بتاعة المصير للمذنبين اللي لم يتحلوا بالصفات المقدسة في حياتهم، وإزاي هم هيكونوا بيتم تعذيبهم وهيكونوا محبوسين وهيكونوا مقلوبين رأسا على عقب ورأسهم تحت ورجلهم فوق، ومنهم من هم مقطوعي الرؤوس ومنهم اللي مربوطين ايديهم من الخلف وبيقوموا بيتعذبوا داخل غليات من النار. وكتير جدا جدا من المشاهد العظيمة اللي صورها المصريين القدماء سواء للأرواح الطاهرة أو الأرواح الشريرة أثناء سياحتها الأرضية، وهو الجزء الذي يسبق المعراج السماوي. علشان نعرف أكتر عن الكتب المقدسة ونفهم الرؤية
الفلسفية والدينية والعقائدية بتاعة المصري القديم عن الحياة وما بعد الحياة من سلسلة الكتب الكبيرة زي نصوص الأهرامات ونصوص التوابيت والخروج للنهار وكتاب الطريقين اللي عملناه الحلقة اللي فاتت، وكتاب الأرض أو السياحة الأرضية، وكتاب إيميد وات وغيرها من الكتب إن شاء الله هنتكلم عنها برضو بتعريف عام كده الحلقات الجاية. فلو انتوا حابين تعرفوا أكتر عن هذا الاتجاه فأنا عامل كورس كبير متكامل مدعم بصور جميلة للكتب المقدسة في مصر القديمة والمناظر بتاعتها وبتعبر عن إيه بالظبط. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ورحلة في كتاب.